ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض حاجه كده قمر، تنفع فطار تنفع في سهره. هنعمل النهارده البوريك بالجبنه، حاجه كده من الاخر طعمها يجنن. حلوه قوي وبسيطه وخفيفه جدا. بصوا، هشه مش عايزه اقول لكم هشه قد ايه، والعجينه بتاعتها تجنن. تعالوا نشوف عملناها ازاي. انا عندي كوبايه ميه دافيه، نفس الكوبايه اللي هعاير بيها الميه هعاير بيها الدقيق. عندي بقى 3 معالق سكر، معلقه كبيره خميره. هبدأ بقى اقلبهم كويس مع بعض واسيبها لحد ما الخميره بتاعتي تبدأ تشتغل وتبدأ تعلى معايا. عندي بقى المواد الجافه بتاعتي، عندي 4 كوبايات دقيق، حطيت عليهم نص معلقه صغيره كده بيكنج باودر، نص معلقه ملح صغيره. هبدأ اقلبهم مع بعض. الخميره بقى بتاعتي خلاص بدأت كده تعلى وترتفع معايا. عندي معلقه صلصه طماطم، معلقه كبيره مليانه. عندي بقى تقريبا معلقتين لبن بودر، كوبايه زبادي. مش عايزه اقول لكم بتخلي العجينه بتاعه البوريك في حته تانية خالص، هشه وطريه وطعمها يجنن. عندي بقى تقريبا حوالي ربع كوبايه زيت، حطيت عليهم معلقتين سمنه كبار. وهبدا بقى اقلب كل الكلام ده واخلطه كويس جدا مع بعض. معلقه الصلصه اللي انا حطيتها خلت بصوا اللون فظيع حلو قوي، عشان كمان يخلي لون البوريك معايا حلو نفس اللي بيطلع بالظبط عند بتوع المخابز. جبت بقى الدقيق بتاعي وبدأت أضيف المواد السائلة عليه، ونبدأ بقى نعجن شوية لحد بقى العجينة بتاعتي ما تبدأ تلم معايا. وطبعا برضو ده بيختلف، الدقيق بيختلف على حسب نوع الدقيق اللي انتوا مستخدمينه. انا مستخدمة دقيق الضحى، فلكوباية مية خدت 4 كوبايات دقيق. مش عايزة اقول لكم قد ايه بقى العجينة خفيفة كده تجنن. بدأت بقى احطها تخمر. وبما اننا بقى احنا طبعا في الصيف والجو حر، فعايزه اقول لكم اقل من ساعه كانت العجينه ما شاء الله اختمرت حلوه قوي وتضاعف حجمها. البوريك ده بقى حلو قوي معاكم فطار شاي بلبن، كوبايه نسكافيه كده وكم واحده بريك، حاجه كده من الاخر. بدات بقى اقسمها، الحجم طبعا ده بتاعكم، بس طبعا البوريك بيحتاج ان احنا نقسمها لكرات صغيره خالص يعني. بدات اقطعها بقى وهبدا الفها كده لكرات كلها بنفس الشكل كده. عملت بقى الكميه بتاعتي كلها. عندي اي نوع جبنه عندكم، جبنه اسطنبولي، جبنه مثلا بالفلفل، اي نوع جبنه. هنبدا بقى اخد واحده من بتاعتي افردها بايدي. العجينه بتتفرد بالايد سهل قوي وبسيطه. بدات افردها والمها كده واقفلها من الجناب واقفلها من تحت. مفيش اسهل من كده. العجينه سهله قوي وخفيفه وطريه وملمسها يجنن وحلوه قوي. فردت واحده بايدي وفردت واحده بالنشابه. طبعا انتوا حابين كده مفيش مشكله، حابين كده برضو مفيش مشكله، سهل قوي. بدات اضيف الجبنه بتاعتي، حابين تضيفوا عليها برضو زيتون. دي طبعا يعني بصوا ليكوا حريه الاختيار في الحشوه اللي انتوا هتحشوها من جوه. وبدات اقفلها بقى واعمل الكميه بتاعتي كده كلها بنفس الطريقه. هسيبها ترتاح تقريبا قبل ما ادخلها الفرن حوالي نص ساعه لحد ما تخمر كده وتبدا ترتفع معايا. عندي بقى بضايه ومعلقتين لبن كده، رشه فانيليا. نبدا بقى ندهنها كده من على الوش عشان تاخد لون حلو معايا في الفرن. هدهن بقى الصاجون بتاعتي. انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 قبل ما ادخل طبعا البوريك بتاعي، عشان اول ما يدخل على النار سخن. ضفت بقى على الوش كده حبه البركه، ممكن سمسم مفيش مشكله، ممكن رشه جبنه برضو، اي حاجه اختياريه انتوا بتحبوها. دخلته في الفرن، عايز اقول لكم تقريبا حوالي ربع ساعه كده. يعني كان اللون واخد لون حلو قوي من تحت. بدات اطلعه على الشوايه ياخد برضو لون حلو من فوق. وده بقى كان شكله في الفرن. عايزه اقول لكم اول ما دخل والنار كانت سخنه، مش عايزه اقول لكم بقى شكله يجنن. حلو قوي وبسيط قوي وسهل. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. مستنيه طبعا رايكم وكومنتاتكم، مستنيه ان انتوا تجربوا الطريقه وتقولي لي رايكم فيها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. ان شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير.